استطاع المصري القديم أن يحدث تناغم مع البيئة الطبيعية المحيطة به، مستخرجا الكثير من مواردها المختلفة التي ساهمت في تشكيله للعديد من الأدوات الخاصة بالزينة والحلي، والتي يعجز البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة عن تفسير طرق صناعتها حتى الآن. فقد كان الاعتماد لدى المصري القديم على الأدوات البدائية، سواء من المطارق أو الأزاميل البسيطة أو عدد من الملاقط أو المنافخ أو الأفران الخاصة بالصهر والتشكيل. تلك الأدوات التي لا يمكن أن تحدث العظمة التي نجدها في مثل هذه المرتنيات. فلم يقتصر الحلي في مصر القديمة على النساء فقط، ولكن أيضا الرجال والأطفال، فنجد الكثير من الابتكارات المختلفة بعدد من الأساليب والطرز المتعددة التي سنتناول الحديث عنها اليوم بالعديد من الجوانب التفصيلية، سواء في طرق تشكيلها أو تصنيعها أو الأغراض المختلفة التي تم صناعتها من أجلها. أهلا بكم في أحفاد الأرداد. نستكمل حديثنا عن الحلي والزينة في مصر القديمة، ومعانا النهاردة إحدى أهم المرشدين في المستقبل إن شاء الله، المتميزين. نرحب بيك يا دنيا. اهلا بيك يا دكتور. احنا النهاردة بنتكلم عن فكرة الحلي والنماذج والأطرزة المختلفة في مصر القديمة. في البداية حابب أسألك، يا ترى الحلي في مصر القديمة كان مقتصر على فصيل معين بفئة معينة أو فكرة النساء وليس الرجال، ولا الأمر كان متعلق بجوانب خاصة بفكرة الثراء وما شابه؟ حابب أفهم منك أكثر. طبعا هو زي ما حضرتك قلت ما كانش مقتصر على النساء فقط، لا ده كان على النساء والرجال والأطفال وعلى ملوك وأمراء وكل عامة الشعب، وكل شخص على حسب ثراءه. وكان في أنواع وأغراض تعددية كتير للحلي. يعني ما كانش الهدف منه الزينة فقط لا غير؟ لا، كان في حلي للحياة اليومية، وفي حلي بيعبر عن المعتقد، زي إن هم كانوا بيستخدموا التمائم في أغراض السحر، وفي حلي كان بيستخدم في الأغراض الجنائزية. طب مثلا لو هبتدي معاكي بالنسبة للحلي بتاع الحياة الدنيوية، اللي هو أكيد مش هيختلف عن الحياة الجنائزية أو فكرة المعتقد الديني، ولكن الاختلاف ممكن ينصب فكرة الرمزية أو الهدف من خلاله يعني. بالظبط. طيب لو هنبتدي مثلا، هل كان الحلي بيتم وضعه أو يتم ارتداؤه على جانب معين من الجسد محدد، ولا كافة أجزاء الجسم كان كده يكون كل جزء زينا؟ في الجسم، كل جزء في الجسم بيتلبس ليه حلي خاص بيها. لو ابتدينا مثلا على سبيل المثال اديني أمثلة. عندنا أول حاجة الباروكة، كانت عبارة عن ضفائر متدلية بيبقى ليها زخارف، وأحيانا كمان بيبقى فيها زي خرز. يعني هم بيضفروا الباروكة نفسها وبيفرقوا الضفائر عن بعضها بنظام زي فكرة الكليبسات. بالظبط كده. عندنا تاني حاجة اسمها عصائب الرأس، دي كان اللي بيلبسها الملوك وزوجاتهم. كانت المرأة بتلبسه حوالين رأسها عشان خاطر يبعد الشعر عن العين، تتحرك من غير أي إزعاج، وكان بتربط من ورا بزي كده زهرة لوتس. ده اللي هو أعلى فئة للتطوير بتاع صناعتها. بالظبط كده. طب هي كانت في البداية بيتم صناعتها من إيه مجازا؟ أول حاجة كان عندنا خامات بسيطة وبدائية جدا زي الحشائش. تاني حاجة اتطورت وبقت من الذهب والفضة، وأحيانا بقى بيتضاف لها أحجار كريمة. جميل جميل. طيب إيه تاني غير فكرة عصائب الرأس؟ عندنا حاجة زي التيجان، والتاج لو اتحط له الكبرى اللي هي الأوريوس بيتحول لإكليل ملكي، ما بيلبسوش غير يعني كان في شكل الإكليل وكان في شكل التاج. بالظبط كده. دي كلها نظام مجازا عناصر من الزخرفة أو الحلي اللي هي للرأس مع الباروكة بتاعت الشعر. بالظبط، بس الإكليل والتاج كانوا يعتبر شبه بعض، لكن اللي بيميزهم عن بعض إن التاج لو اتضاف له الكبرى بيكون رمز للسلطة والحماية، ما بيلبسوش غير الأميرة أو الملكة، باعتبار إن الكبرى ديت اللي هي مفهومها بالنسبة للمعتقد الديني في مصر القديمة أو الرمزية الملكية. بالظبط. ان هي خاصه بالتعبير عن مصر بالكامل او النطاق بتاع الشمال او الدلتا. بالظبط. وفيما بعد كمان تطور. طب لو تناولنا عنصر اخر مختلف عن فكره الحلي المتعلق زي ما ذكرنا بالجوانب الخاصه بالشعر والاكسسوارز المحيطه به كعناصر للزينه، هل كان في عناصر اخرى للجسد؟ طبعا اكيد طبعا، كل جزء في الجسد ليه الحلي الخاص بيه. عندنا تاني حاجه هي الاطراد
اللي هي بتسمى في وقتنا الحالي الحلقان. دي كان ليها صناعات كتيره. اول حاجه كان ليها صناعه بسيطه، دي ما بيكونش عليها اي زخارف وبتتحط في الودن بطريقه مباشره. طب انا بقى هقاطعك هنا واسالك سؤال مهم جدا. اكيد طبعا. هل كانت الحلقان مقتصره على السيدات وليس الرجال، ولا كانت جميع الفئات والاطياف؟ جميع فئات الشعب، عشان دي كانت بترمز للزينه والمكانه والثراء. يعني كان الرجال بيرتدوا مثل النساء برضو فكره الحلقان. طيب بالزبط. السؤال الثاني برضو اللي بيطرح نفسه، هل كان بيتم صقب الاذن، ولا كانت النماذج بتاعه الحلقان مشابهه مع العصر الراهن اللي هي نظام الكبس او كان في الاثنين، في حاجه بنثقب بيها الاذن وبنحط الحلق فيه وبنركب بريمه. جميل. زي حلقان الوقت في التوقيت العصر ده. الراهن. في حلقان تاني بتحط في الاذن مباشره، وده الحلي البسيط. عندنا حاجه تانية اسمها حلي مزخرف، ده بيكون فيه زينه وفيه خرز. عندي ثالث حاجه حلقان ذو دلايات. الحلقان دي بيكون نازل منها زي سلاسل من فرده الحلق. طب وبالنسبه طبعا طبيعه الماده اللي هي مصنوع منها او الخامات المصنوعه كلها طبعا من الذهب؟ كان بيتضاف لها طبعا حاجات اخرى كتيره زي اللازورد والفيروز والعقيق الاحمر، ما كانش مقتصر على صناعه محدده. جميل جدا. طيب ده بالنسبه للجانب الثاني مثلا اللي تناولناه اللي هو فكره الاقراط او فكره الايه الحلقان. طب ماذا عن بقيه اعضاء الجسد؟ هل كان بيتم تحليته بادوات من الزينه المختلفه؟ اكيد طبعا. زي ايه مثلا؟ عندنا ثالث حاجه وهي العقد. كانت في البدايه بدائيه جدا برضو، كان بتصنع من الخيط وبتحط فيه زي خرز. الخرز ده طبعا كان بيبقى من العجة والاصداف او بالظبط كده. والخيط ده كان بيبقى صناعته من ايه مثلا؟ من الكتان او الجلد. وعشان نفرق بين العقود اليوميه والعقود الجنائزيه، لو لقينا العقد فيه مشبك ده بيبقى عقد الحلي اليومي اللي هو القفل مثلا بتاعه. بالظبط كده. جميل. لو لقينا ان هو ما فيهوش مشبك ده بنعرف ان هو بيتحط على الموميا في اللفائف الكتانيه. يبقى ده خاص بالحلي الجنائزي. بالظبط كده. اما الاولاني كان الحلي اللي هو بالحياه الدنيويه، الحياه اليوميه. ده طبعا نهينا ان كان في اشبه بالصدريات او طبعاً. اللي هي ركبيات يعني. طبعا دي طبعا ليها ستايلات كتيره جدا واساليب خاصه متعدده اكتر بالملوك. بالفعل. طيب ايه تاني لو تناولناه برضو من ضمن عناصر الحلي؟ اتجهنا بقى للحديث عن الاطراف يعني. بالظبط. عندنا اول حاجه الاساور، كانت برضو صناعتها بدائيه من العاج والاخشاب، فيما بعد اتطورت ودخلها احجار كريمه وذهب وفضه. كانت بتتلبس حول معصم الايد او حول الاكواع اللي هي زي الدمالك. بالظبط كده. جميل جدا. طيب ده بالنسبه انت تناولت الجزئيه المتعلقه بالاطراف. طيب تناولنا الاساور، ماذا عن مثلا مجازا زي ما بنقول الاختام او الخواتم؟ عندنا في مصر القديم كان عامل الخواتم على شكل اختام بيتكتب فيها اسم الملك داخل خرطوشات. يعني اذا كان هو بيبقى الهدف من الاختام ان هو عايز هنا يوضح لي هويه الشخص ووظيفته في نفس الوقت عنصر جمالي. بالظبط كده. فيما بعد عندنا الخلاخيل، كانت خاصه بالنساء، بتتصنع من الذهب والفضه. السؤال المهم، احنا كده اشبه ان احنا تناولنا كل العناصر المتعلقه بالزينه بالنسبه لحلي المراه مجازا، وانت قلت ان الجوانب متعلقه بالرجل ايضا، سواء فكره الاكسسوارز اللي بيرتديها او فكره برضو الحلقان بعض الشيء اللي احنا بنلاقي فيه ثقوب في بعض اذن الخاصه بالتماثيل، فده بيدينا الدلاله اللي انت وضحتها لنا. طيب لو انا عايزه اعرف اكتر عن فكره الالوان اللي كانت بتبقى موجوده او ملون بيها تلك المقتنيات، هل الالوان دي كان لها رمزيه ما؟ يعني مثلا احنا شايفين هنا عقد زي العقد اللي قدامنا، في مثلا اللون اللي هو الاحمر او اللي مايل الى البني، في هنا عندنا اللون اللي هو التركواز بعض الشيء او الازرق مع الاخضر. ايوه. وفي جوانب كتيره جدا لنماذج في مختلف التطعيمات المتعلقه بالحلي. هل كان للالوان رمزيه في مصر القديمه ولا كان مجرد صوره جماليه؟ اكيد طبعا، كل لون عند المصري القديم كان ليه رمزيه وكان ليه سبب. عندنا اول حاجه اللون الاسود، ده كان مسؤول عن تزيين فصيلات الشعر او الكحل. جميل. وكان بيتصنع من مخلفات الاطعمه اللي هي الكربونات، اللي هو السناج بالكربون مجازا. بالظبط كده. جميل. تاني حاجه عندنا هو اللون الازرق، كان بيرمز للسماء والمياه الازليه. جميل. عندي تالت حاجه اللون الابيض، ده كان خاص بالرداء الكاهن، لان هو كل طبعا مصر القديمه كانت بتلبس اللون الابيض اكيد في الكتان عموما. عندي كمان اللون الاصفر، ده كان بيرمز للون بشره المراه، وكان بيرمز كمان للشمس. جميل. عندي كمان اللون الاحمر، كان بيمنع الروح الشريره لانه كان بيرمز للنار والدم، فكان بيمثل النصر.
يعني اللون الاحمر كان باعتباره ان هو تمثيل النار في دفع القوى الشريره، وفي بالظبط. نفس الوقت برضه ارتباطه بدم الانسان كان له علاقه بالحياه مجازا. بالظبط. جميل. طيب بالنسبه للون الاخضر مثلا برضه؟ اللون الاخضر بيرمز للتجدد، فيما معناه ان بعد زرع الفيضان، طبعا، بعد الفيضان بيطلع زرع وبيرجع الخصوبه تاني من اول وجديد. متعلق بالمعبود اوزوريس. بالظبط كده. جميل جميل. طب ده بالنسبه لرمزيه الالوان، وان كده الامر ان كان لما بيعمل ميكس ما بين اكتر من لون بيكون في اهداف وفي اغراض متعدده. بالظبط. بنشكرك جدا جدا عن الاستفاضه وكميه المعلومات اللي احنا سمعناها منك. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله شكرا في يا المرحله دكتور. القادمه. شكرا جزيلا. شكرا. بنستكمل حديثنا في موضوع الحلي والتزيين في مصر القديمه، ومعانا ايضا احدى اهم المرشدين في المستقبل. نرحب بك يا مصطفى. عمر، ازيك يا دكتور؟ عامل ربنا ايه؟ يحفظك ويوفقك دايما. الله يخليك. احنا النهارده بنتكلم على الجوانب الخاصه بفكره الحلي، وتناولنا اطرزه متعدده من نماذج من ادوات الزينه في مصر القديمه، والجوانب المتعلقه بفكره الالوانات الخاصه بيها وما شابه. ولكن حابب ان انا اسالك عدد من الاسئله الاخرى المتعلقه بفكره اساليب تشكيل الخامات المتعلقه بالحليه. هل كان المصري القديم في عده طرق بيستخدمها مختلفه على حسب طبيعه المعدن او القطعه اللي هو بيصنع منها الحلي؟ بس بالتاكيد في حاجه زي كده. يعني المصريين القدماء من زمان، يعني احنا دلوقتي ابرز الحاجات اللي موجوده حاليا عندنا هي المصوغات والحلي القديمه، لدرجه ان هم دلوقتي بيعيدوا تصنيعها تاني بسبب ان هي ايكونيك دلوقتي، وحاجات لحد دلوقتي عاجزين عن تفسير الصناعه بتاعتها كانت عامله ازاي. بيعملوا منها نماذج يعني. يعني انت عندك شكلها يعني انت دلوقتي بيعيدوا تشكيل النكلس والاساور اللي كانت موجوده قبل كده. اشهر الناس في العالم دلوقتي المشاهير بتاع هوليوود وفي مصر عندنا هنا بيلبسوا حاجه زي الاسخ اللي كانت بتتلبس زمان. فده حاجه تدل ان هم زمان كان عندهم اكثر من طريقه، عندهم فكر كبير جدا في الصناعه. يعني انت مثلا عندك ان هم كانوا في المصوغات الصغيره والحلي المعقده نسبيا او صغيره نسبيا والحاجات الدقيقه، كانوا بيخلوا الاقزام هم اللي يعملوها عشان ايديهم صغيره بشكل جميل نسبي. جميل. فده كان بيديهم ميزه للناس دي في المجتمع. اصلا ممكن الناس ما بتديهاش نفس القيمه اللي موجوده دلوقتي في العصر الحالي. جميل. عندك مثلا حاجه زي اقناع توت عنخ امون اللي الناس كلها مبهوره بيه ومش عارفين هو قطعتين منفصلين واتلحموا ازاي، وبيقول لك لا دي كانت ممكن تكون قطعه واحده. لا، هو قطعتين واتلزقوا بشكل انت ممكن تكون عاجز عن تفسيره، بس هو بسيط جدا. خليني اسالك بقى في تفاصيل كتيره. فكره عمليات الصهر المتعلقه بالمعادن، هل كانت الامور بتصير بصوره متعلقه بفكره ان هم كانوا بيستخدموا ادوات بدائيه فكره صهر المعادن، ولا كان في اجهزه يعجز البحث العلمي عن تفسيرها حتى الان؟ هي كانت ادوات بسيطه لدرجه ان هي اذهلت الناس. يعني من اول تعدين للوصول لمرحله ان احنا نصهر المعادن دي بادوات، يعني مثلا ممكن زي النفخ كان ممكن منافخ. خمسة او 6 بيستخدموا انبوب طويل، تمام، ويشتغلوا على قطعه واحده عشان يصهروا الفرن نفسه. يعني بيبقى حطب طبيعي. بتبقى اشجار بتبقى اشجار اورجانيك متفحمه بقى لها فتره او متعالجه بطريقه ما عشان ما تدوبش بسرعه واحنا بنصهرها، تمام. و5 6 بيتناوبوا عشان يطلعوا قطعه واحده، فلازم اكيد تبقى بنفس الكواليتي اللي انت شايفه ده دلوقتي. ده بالنسبه لو انا بشتغل في عنصر ممكن عشان درجه الانصهار. بعد كده بس طبعا الموضوع مش سهل. لا، ما هو بعد كده هم اكتشفوا ان الموضوع صعب، ودي ما كانتش من اهم المهن اللي الناس كانت ممكن تشتغل فيها، الطبقات الاقل شويه. فهم ابتدوا يعملوا ايه بقى؟ يجيبوا جلد حيوان ويقفلوه من كل الجوانب ويعملوه زي منفاخ، اللي هو احنا دلوقتي في حدادين بيستخدموا من الجلد. ففي لحد دلوقتي في افريقيا بيستخدموا الحاجات دي، لان ده دليل ان احنا اوريدي احنا صدرنا الحاجات دي. استخدامه ازاي؟ ده بيتحفر حفره وبيتركب فيه المنفاخ، تمام، وبيتضغط عليه عن طريق القدم.
فده بيزود بيطلع الاشتعال. فبيطلع مثلا ممكن الستة او السبعة ما يطلعوش نفس الكميه اللي بيطلعها. فده اختراع، هو سهل طبعاً على نفسه لما حس ان هو ايه، خلاص تعبان مش قادر يعمل حاجه زي كده. زائد ان هو كان بيعمل ايه، يعني عندنا مثلا حاجه زي ان هو يعني كل المعادن كان يعني بيتم صهرها زي الفضه والنحاس، بس كانت النسبه الاكبر او الاهميه الاكبر كانت للذهب. يعني هو ممكن لو بيلحم حتى بيعتمد على الفضه والنحاس، ده اللحام بتاعه بس الماده الاساسيه سهل. انما الذهب بقى فكره اللحام بتاعه ده سؤال مهم. بص هو الذهب فكره اللحام بتاعه ان هو الذهب اوريدي ماده لينه، يعني احنا ما بنشوفش اثار اللحام. لفكره اللحام. يعني اللحام ده كان ليه كذا طريقه. تمام، يعني في طريقه مثلا اللي هو كان بيجيب ذهب صافي نقي من غير اضافه فضه عشان يبقى لين فينصهر بدرجه اسرع، تمام، من الماده العاديه. فهو مثلا لو هيلحم قطعتين في بعض فبيجيب اسلاك لينه جدا من يبرمها على القطعتين زي سلك ملفوف كده ببعض طول وبالعرض بحيث ان هي تتماسك. بعد كده بيبدا بعمليه الانصهار، فما تبانش قوي ان هي كانت ملحومه يدويا او استخدم فيها نحاس او فضه او اي. طبعا في جوانب اخرى ربما تم وضعها على القطعه الذهبيه يعني هم كانوا بيعملوا حاجه زي النترون او الصمغ، دي كانت بتتحط على المكان اللي اتعمل فيه الانصهار، فما تبينش ان هو ما تبينش اللحام، ما تبينش ان هو انصهر، ما تبينش ان هو دخل له الحام. وكمان كان بيحط بعض المواد الحمضيه زي الخل. الخل كان بيضيف ماده كبيره جدا ان هو كتركيبه كيميائيه فهو بيلغي اللي قبليه، فاكن الجزء كامل هو قطعه واحده. يعني احنا عندنا برضو يعني ده بيمثل ايه، احنا عندنا قناع توت عنخ امون اللي هو عجز الناس دلوقتي في العلماء والصاغه ومجالات كبيره ازاي يعني هم مش عارفين هو اتعمل ازاي. هو يعني هو الايقونه. اكيد طبعا برضو يعني من كلامك اللي بياكد الامر ان الذهب كان هو الصوره الشائعه في المعادن في مصر القديمه. هو كان بسبب ان هو كان منتشر كتير في الاراضي المصريه، يعني مصر كانت فيها كميه ذهب مهوله، تمام، وده اكيد واضح في عكس الفضه. احنا عندنا الفضه كانت منتشره، كانت مش بنفس انتشار الذهب. جميل. لدرجه ان احنا في العصر الدوله الحديثه وفيما بعد احنا ابتدينا ان احنا نستورد الفضه من بره، جميل، فبقت قيمتها اوريدي اغلى. جميل. عشان كده احنا ما شفنا لهاش مصوغات كتير او صناعات فضيه كتير، بالعكس عن الذهب، ان الذهب كان متوفر بشكل اكبر في مصر. عشان كده يعني مثلا ابتدى يظهر في العصر المتاخر على ملك طبعا كلنا عارفينه، الملك الفضي بيسوسنس، اللي هو تقريبا معظم هيبقى الايقونه في المتحف. يعني هم هيعملوا له حاجه كبيره جدا زي توت اللي اتعمل له في المتحف الكبير، هيتعمل له اوضه خاصه كبيره جدا بمقتنياته كامله، لان هو ليه مقتنيات كتير قوي مش معروضه. اللي بتوضح طبعا في الفتره دي ان كده الاقتصاد كان عالي جدا في الدوله بفضل ان النضره بتاعت الفضه ففي يعني استيرادها. معنى ان الفضه كانت منتشره في الفتره دي لان هي كانت ماده احنا بنستوردها، فعشان تستورد حاجه من بره فانت محتاج تدفع تكلفه عاليه جدا غير استخراجها من الارض اللي تبادل طبعا سلع، فتبادل سلع، وده برضو دليل عن كان في ازدهار اقتصادي كبير جدا طبعا في الفتره دي. احنا بنشكرك جدا جدا على كميه المعلومات اللي انت قدمتها، وبنأمل لك مستقبل باهر. شكرا مصطفى، شكرا جزيلا.